أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوات حبايبي في الله، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. هنعمل هنا العصير المانجا النهاردة الشمام المانجاوي. ادي شمام مانجاوي اللي انا كنت مخزناه معاكم، قطعوه، هو رخيص كده، جبناه وقطعناه وعبيناه كيس في الفريزر زي الفل اهوت. ودي مانجاية، حبية مانجا، ودي حبية مانجا، حبية مانجا في الشفشق وحبية مانجا في الطبق، لا لان مش هينفعوا الاتنين مع بعض. ودي طبعا المصفى اهي مجهزينها عشان هنصفيها، عشان انا عامله المانجا بقشرها زي ما قلت لكم. ده بقشرها علشان ايه اللي بيعمل عرق للمانجا؟ هو القشر ده. طالما نضيف وكويس وما فيهوش حاجه واصلا ما فيهوش مشكله. عمل الحبات المانجا لها بتاعه فروتي مانجا، لها كيس فروتي مانجا، تمام. وكيس كيلو سكر اهوت من بتاع التموين، ما فيش مشكله. يلا بقى هنعمله مع بعض وفي الاخر نشوف النتيجه بتاعتنا ايه. يلا نحط الشفشق بتاعنا بحبات المانجا اللي موجوده فيه دهوت، وبعدين نحط كيس الفروتي، كيس الفروتي بتاعنا اهوت، تمام. دي ليمونه، هحط معلقه واحده اهي، تمام. ده شويه سكر، السكر ده طعم انتوا عايزين، عايزين سكر، عايزين بسيط اللي انتوا عايزينه. حط الايه، نوزعه كده على مرتين او ثلاثة زي ما الدرق بتاعنا ياخد. هنخلص كده نصفيه بقى. هبقى اوريكم القشر في الاخر، ما بينزلش فيه ولا حاجه، وهوريكم العصير في الاخر برضو. نعمل بقى المره التانية. دي المانجايه اهيت، نحطها الاول، هنحط هيبقى كتير. على مرتين. حباية المانجا دي كانت كبيرة شوية، ايوه كده، عشان دلوقتي حطينا ايه بس، هنحط بس كيسين اتنين، كيس حطيناه المرة اللي فاتت وكيس اهو، بس دول اللي هنحطهم. نعمل بقى 3 مرات 4 مرات مش مشكلة. احنا حطينا الفروت وحطينا المانجا ودي المية، وما حطيناش لسه السكر، ودي السكر، وادي معلقة ليمون، والفروت بيمنعها تتأكد، بيمنعها اصلا تسمر. بسم الله.
دلوقتي العصير بس اما اخلص. هنعمل بقى المرة اللي باقية. نحط بقى مجرد ما هتهز كده هينزل. كده العصير بتاعنا اهو، مفيش اثر لاي قشر خالص اهو. شوفوا بقى العرق بتاعه، شوفوا عامل ازاي، يعني شوفوا قد ايه البتاعه دي بتاخد 7 ريتل، الحله بتاخد 7 ريتل، يعني دول 5 ريتل وزياده. بتاعت العجان دي اكتر من 7 ريتل كمان اهو. هوريلكم بقى الكوبايه اللي انا هعبي بها بقى، بعبي بها البرطمانات او الازاز اهو. شايفين منظر العصير اهو. شايفين التخانه بتاعته، دولت حبتين 2 مانجا، واحده كبيره وواحده صغيره، ما كانوش الاتنين كبار كمان، وحوالي بنص كيلو او كيلو الا ربع كده شمام منجاوي، واتنين وحبتين وكيسين فروتي، والسكر انتوا بتبقى هتبقى ما انتوا عايزين. وطلع معانا العصير ده. تشوفوا الكوبايه انتوا لو تشربوها في اي مكان هتجيبوها ازاي وازاي، وبايدك وعاملاه ونضيف ومعروف المكونات اللي محطوطه فيه. ما تنسوش لايك، ما تنسوش شير، والسلام عليكم ورحمه الله. ده العصير بتاعنا بتاع المانجا، عاملينه معمول بمانجا ومعمول بشمام منجاوي، محطوط عليه شمام منجاوي ومحطوط عليه فروتي المانجا ومحطوط عليه سكر، ومحطوط على كل منجايه بنحط لها معلقه ليمون، معلقه عصير ليمون. وطلع جنب الجمال ده وبالحلاوه ديت. ما تنسوش لايك، ما تنسوش شير. انا قلت لكم على الطريقه، طريقه ممتازه جدا وسهله وبسيطه، وبتدينا كميه كبيره جدا. يعني دولت دي بتاعه العجان بتاخد 7، بقول 10 رتل، يعني دول تقول لهم 5 رتل، دول ونقول 7، قول دي بتاع 7، دي 5 رتل منجتين، ونجي كيلو الا ربع شمام منجاوي وكيسان فروتي. وبعمل المانجا زي ما انتوا شايفينها كده، عملتها بقشرها كده وصفيتها، لان القشر ده هو اللي بيعمل عرق للمانجا. ده من كلام الناس اللي بيعملوا عصير. صديقه ليا كان والدها فاتح بتاع عصير، وقالت لي فعلا انا مش بعمل زي بتوع البلوجر تقول لك ده، لا ده حقيقه من زمان، ومن قبل ما اطلع على النت وقلتها، وانا عارفه ان هي بتعمل لها عرق، وهي بتخليها التخانه اللي فيها دي بتعمل لها عرق. ما تنسوش لايك، ما تنسوش شير، وما تنسوش لاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.